هاد البلاصه اللي ما قدر حتى واحد يوصل ليها اليوم غادي ندوز فيها واحد التجربه ومغامره اكثر من رائعه. يلا معنا. فضيل التساقطات الأخيرة عرفات الفرشة المائية بمنطقة زاوية الشيخ انتعاشة كبيرة، وبفضلها بدينا كنشوفوا بعض المناظر اللي افتقدناها منذ سنوات. بالنسبه لهذا الشلال هذا انا ما كنعرفش عليه صراحه بزاف، ولقيت صعوبه باش نوصل ليه. لو كان ما كانش رشيد بوصبري اللي عطاني المعدات والكاسك، راه واخا حيدتو دابا الطربوش ديالي، غادي نخلي رشيد دابا يعطيكم معلومات مهمه على هذا الشلال هذا. بصراحه اول مره كنجي ليه باش نتعرف عليه. سي رشيد هو غادي يجي دابا باش يعطينا هذه المعلومات. الناس بغاو يكتشفوا هذا الشلال هذا، انا صراحه ما كنعرفوش بزاف، اول مره تاح لي الفرصه باش نجي معاك، وبغيت تعطيهم صراحه معلومات خاصه بهذا الشلال هذا. فوالا هذا الشلال هذا كيتسمى احلال، يعني احلال يعني الناس ديال بكري كيقولوا تسميوه احلال لانه تيقول لك بكذوب، يعني مره تيكون مره ما تيكونش. نقول لكم بانه هذا الشلال هذا على الناس ديال بكري كيقولوا بانه كيسوقوا المناطق ديال بجاع المناطق ديال ازاغا، ملي كيشوفوه من تما كيعرفوا بان راه العام تبارك الله راه العام زين. منطقة زاوية الشيخ مكان كينبض بالمناظر الجميلة ووفرة المياه، وفي هذا الفيديو غنسلطوا الضوء على شلال أحلال من أهم الموارد المائية بالمنطقة. الاخوان على منظر هادشي ما عمرني شفت في حياتي. الإشارات اللي كيبعثها هذا الشلال كانت كافية للناس اللي في السهول يعرفوا باللي السنة اللي مقبلين عليها سنة فلاحية جيدة. صراحه واعر الصوت ديال كذا اهلا بصراحه تبارك الله في واحد الجماليه واعره وراه عالي بزاف. هادشي راه غير الماء راه نقص منه، راه كان اكثر منها راه هو دابا باش تكون الحمله جايه الفوق من الفوق من المنطقه ديال الاكفاز وديال الافيس، راه في تبارك الله كتكون تعطي واحد لاكولور بعدا ديال حمري، يكون اللون ديالو احمر اللي يجيب الحمله، عنده واحد المنظر زوين فاش كتصوروا، وان بليس ملي كيكون مجهد راه توصلوا ليفو ديال الماء ديالو حتى لهنا. الناس اللي باغي تجي لهذا الشلال هذا ما يوصلوش لهاد البلاصه هذه بهذا النيفو فاش كاين حنايا، لانه الا بغيتي دوز لهاد البلاصه هذه بالضبط خصك معدات باش غادي تدوز وتكون عندك واحد الخبره عاليه جدا باش توصل هنا، لانه غراف وصعيب. غتكون خصك ماتيريال لاكورد، يكون عندك البودري، يكون عندك ماتيريال، يكون عندك واحد الشخص اللي هو متخصص في هذا الماتيريال هذا، متخصص في الاسكالاد، لي سيغوار، متخصص في الرياضات الجبليه. المنظر اللي شفتوه اللي باقي غادي تشوفوا في زاوية الشيخ غادي نقربكم منه، وغادي نعطيكم فرصة تعرفوا على هذه المناظر.